خارجين من رمضان بقى واكلين أكل تقيل، تعالوا النهارده نعمل مكرونة بطريقة سهلة جدًا وخفيفة كده وبسيطة، من غير دبكة كتير، تخلص بسرعة وبجد لطيفة جدًا، يعني تنفع كده وجبة كده لطيفة ناكلها بعد الصيام، هتعجبكم جدًا إن شاء الله. يالّا بينا نبتدي الوصفة. مبدئيًا هاجيب طاسة أحط فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت، ممكن تبقى معلقة سمنة، بس هو مبدئيًا أنا باحب أحط مادة دهنية كتير كده يعني مع المكرونة. طبعًا أنا سلقت المكرونة الاسباجيتي بتاعتي وسِبتها على جنب، بس ما رضيتش أصور لكم يعني مرحلة سلق المكرونة. وبعدين باجيب بقى فصين توم، أحطهم على الزيت والسمنة اللي أنا حطيتهم دي أو الزيت والزبدة، يا دوبك التوم بس يا دوبك يصفر، نخلّي بالنا بس إن هو يا دوبك يعني يصفر كده ياخد لون، أبتدي أكون محضّرة بقى طماطم مقطّعة، وأحطها بقى عليهم كل ده طبعًا يا جماعة أكون إيه، في الوقت ده أعلّي النار شوية. أول ما أعلّي النار عشان الطماطم إيه، تبتدي تاخد صدمة كده وهتدّي طعم أحلى، وبعد ما الطماطم تبتدي تدبل كده أروح إيه، موطّية عليها النار وسايباها لمّا تبتدي تنزّل مَيّتها، أول ما أحسّها اتسبِّكت شوية أكون محضّرة كوباية من عصير الطماطم. طَب المقادير دي أنا عاملاها لنُص كيلو من المكرونة، يعني نُص كيس اسباجيتي كده من أي نوع أنتِ بتحبوه يعني. بس أول ما ألاقيها كده أهوّة ابتدت تدخل في شوية وتغلي شوية، أروح إيه، موطّية عليها وسايباها لحد ما تصفّي كل السوائل اللي فيها، وهتخلص بسرعة لإن الطماطم المتقطّعة يعني مش بتاخد وقت، وفعلًا يا جماعة الطماطم المتقطّعة بتدّي طعم مختلف خالص عن عصير الطماطم. في الوقت ده هابتدي أعلّي عليها تاني بعد كنت وطّيت عليها وأجيب كبشتين من مَيّة سلق المكرونة، بس أخلّي بالي إن أنا أكون مش مملحاها أوي، يعني وأنا باسلق المكرونة أكون يا دوبك حاطة معلقة ملح حاجة بسيطة، وابتدي أقلّبها وكده أبتدي أدوقها بقى لقيتها ناقصة ملح شوية، أكون ضايفة معلقة ملح بتاعتي، أضيف معلقة ملح بس، يعني أنا النهارده بعد ما جرّبت لقيتها بس معلقة ملح بس هي اللي محتاجاها، يا دوبك بقى اتسبّكت وخدت التسبيكة كده وبعد ما شربت سوايلها كده سِبتها شوية، أبتدي بقى إيه أضيف المكرونة، بعد ما اتأكدت إن هي اتسبّكت كويس، أخدت حوالي نُص ساعة في التسبيك ده كلّه، أبتدي بقى أضيف المكرونة بتاعتي، أقلّب كده تقليبة على النار، بعد بقى ما تتقلّب كده تاخد لها غلوة زي ما بيقولوا يا دوبك دقيقتين 3 كده تاخد غلوة كده المكرونة مع الطماطم، أكون محضّرة كوباية جبنة موتزاريلا وزيتون أسود أنا مقطّعاه، الجبنة الموتزاريلا يا جماعة أو الجبنة الرومي دي إضافة من عندي، لكن هي المكرونة كده خلاص بترشّي عليها زيتون بتبقى خلصت، بس الجبنة بتدّيها طعم مختلف، بس وكده خلاص خلصت المكرونة بتاعتنا نغرفها، عايزة تحطّي فوقيها شوية جبنة وأنتِ بتغرفيها حطّي، عايزة تحطّي شوية زيتون مقطّع حطّي، بجد طعمها خطير وهتعجبكم جدًا وبالهنا والشفا، أتمنى إن شاء الله إن أنتم تجرّبوها، ولو في أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هارُد عليكم، بالهنا والشفا.